عاصفة جديدة تضرب المملكة المتحدة وتحطم أرقاما قياسية وتسبب دمارا غير مسبوق في المملكة المتحدة وأيرلندا. جنون العواصف يضرب بريطانيا وانفجارات جوية تدمر أكبر الولايات البريطانية. ناطحات السحاب والأبراج التجارية تقتلعها العاصفة. شبكات الكهرباء والاتصالات تتوقف عن العمل. والشرطة البريطانية تصرح: ملايين السكان لا نستطيع الاتصال بهم والتواصل معهم، ومدن كاملة تغرق بمياه الأنهار والبحار، وأكبر الطرق السريعة تم إغلاقها بسبب الحوادث. غضب العواصف يضرب بريطانيا. ضربت العاصفة المدمرة نيوين بريطانيا وإيرلندا، مخلفة كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة، حيث تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والمباني الشاهقة، وأثارت حالة من الهلع بين السكان. وقد سجلت الرياح المصاحبة للعاصفة سرعات قياسية تجاوزت 170 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى انهيار ناطحات سحاب وأبراج تجارية ضخمة في مدن رئيسية مثل لندن ومانشستر ودبلن. وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية نقلت مشاهد صادمة تظهر انهيار أبراج شاهقة بالكامل، في حين اندلعت حرائق في بعض المباني نتيجة انفجارات داخلية بفعل شدة الرياح. وغطت المياه مساحات واسعة من المناطق الحضرية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة أغرقت شوارع رئيسية وأحياء سكنية. هذا وسجلت السلطات البريطانية مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة المئات، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة. أما في إيرلندا فقد تم تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة حتى الآن. تشير التقديرات الأولية إلى خسائر مادية تجاوزت 10 مليارات جنيه استرليني، مع تضرر قطاعات رئيسية مثل المواصلات والطاقة.